بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة اقتراب وحلول شهر رمضان المبارك. ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. هتكلم في هذه الدقائق إن شاء الله تعالى عن الطرق الصحيحة وإزاي تستخدم الفيتامينات والمكملات الغذائية والمعادن حسب طبيعتك وحسب طبيعة عملك وحسب طبيعة الخصائص بتاعت كل نوع، سواء من الفيتامينات أو من المكملات الغذائية بصفة عامة أو المعادن. تمام، لأنك لو ما استخدمتهاش صح ممكن أنت تسهر في وقت أنت محتاج فيه النوم، وممكن تنام في وقت أنت محتاج أنك تكون صاحي، أو ممكن يحصل لك مشاكل في المعدة، أو ممكن يحصل لك ترجيع، أو ممكن ما تستفيدش من هذه المكملات، أو ممكن يحصل أدوية تعطل عمل أدوية وما تستفيدش منها، ونذكر ده في أمثلة. تمام. طبعا بأكد لحضراتكم إن أنا هنا بتكلم الأدوية اللي انتوا شايفينها أو المنتجات اللي انتوا شايفينها دي عبارة عن أمثلة فقط، يعني مش هي بس المقصودة بالفيديو. يعني لما أنا أجي أتكلم على الحديد وأقول لك تستخدمه إزاي، يبقى كل ما هو حديد زي الفيروجلوبين وزي الفيروترون وزي الفيروز وزي كل ما هو حديد لازم تاخد بالك من على الأقل الخصائص الأساسية بتاعته. تمام. كذلك الكالسيوم، كذلك الفوليك أسيد بكل الأسامي التجارية المختلفة. تمام. نبدأ بسم الله وبإذنه. إن طبعا ناس بتحتار في رمضان، يعني حتى في غير رمضان أنا هعمل لكم فيديو برضو آخر بالنسبة لغير رمضان، لكن لما أنت تفهم الطبيعة بتاعت كل حاجة ممكن هتعرف تظبط الطريقة الصحيحة بتاعتك وإزاي تاخد الحاجة صح. تمام، سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكن إحنا هنتكلم أقرب لرمضان عشان إحنا داخلين على الشهر الكريم. واللي ينسى حاجة يرجع للدكتور أو يكتب لي في تعليق، وتحت أمر حضراتكم بإذن الله. بالنسبة للموعد المناسب لأنك أنت تاخد فيتامينات دايبة في الدهون. تمام. ما ينفعش، يعني قبل ما أتكلم عن الدايبة في الدهون، ما ينفعش حبوب الفيتامينات بصفة عامة أخدها على معدة فارغة. تمام. وأنا ذكرت الدايبة في الدهون الأول لأن عايز أبدأ بوجبة الفطار. إيه اللي تاخده بعد فطار المغرب؟ الفيتامينات الدايبة في الدهون ولا الفيتامينات الدايبة في المية؟ تمام. طبعا التقسيمة دي أساسية، التقسيمة الأساسية أو الفئتين الأساسيتين اللي هم تنقسم إليهم الفيتامينات، فيتامينات دايبة في الدهون وفيتامينات دايبة في المية. فالفيتامينات الدايبة في الدهون اللي هي زي فيتامين كاف وفيتامين ه وفيتامين د وفيتامين أ. ناس كتير بتاخد فيتامين د وناس كتير بتاخد فيتامين ه، خاصة فيما يخص البشرة وما يخص الشعر والكلام ده، أو لأغراض أخرى. تمام، مش عايز أخش في تفاصيل كثيرة. دول أفضل تتناولهم أو تتناوليهم بعد وجبة الفطار أو مباشرة أو أثناء وجبة الفطار، عشان يحصل لهم امتصاص جيد والجسم يستفيد منهم. تمام. الفيتامينات الدايبة في المية أو القابلة للذوبان في الماء دي مش بتتخزن في الجسم وبتطلع من الجسم مع السوائل، عشان كده انت لازم تاخدها بشكل دائم. تمام. مش زي برضو فيتامين د وفيتامين ك دول ممكن تتوقف بعض الشيء، لكن الفيتامينات اللي مثلا مقوية للأعصاب والفوليك أسيد وفيتامينات ب المركبة وفيتامين سي دول تقدر تاخدهم باستمرار، ولكن ما ينفعش برضو تاخدهم على معدة فارغة، بالرغم انه ينفع تاخدهم على معدة فارغة هيمتصهم الجسم، مش زي اللي دايبين في الدهون. اللي دايبين او اللي بيدوبوا في الدهون افضل، او يعني يجب انك انت تاخدهم مع وجبة يكون فيها دهون عشان يحصل لهم امتصاص، والا فمش هتستفيد منهم.
لكن الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء دي ينفع تاخدهم على معدة فارغة وما لهمش علاقة، امتصاصهم ملوش علاقة بطبيعة الوجبة، ولكن لو انت خدتهم على معدة فارغة ممكن يعملوا لك مشكلة في المعدة. تمام، ده فيما يخص التقسيمة الأولى. تمام. طيب فيتامينات ب نفسها دي المركبة اللي هي بتقوي الأعصاب والكلام ده، أفضل إنك أنت تاخدها في الصبح لأنها بتديك الطاقة. طيب الصبح في رمضان فين؟ في وجبة السحور. تمام. لكن افرض أنت شغلك بالليل، يعني طبيعة عملك تشتغل بالليل، شغال مقرئ، شغال منشد، شغال حد بيسهر على النت وبيعمل شغل على النت، مش تضيع وقتك ومحتاج هذه الطاقة، أو عايز تتهجد إن شاء الله في العشر الأواخر أو تجتهد في العبادة، يبقى تاخدهم بعد وجبة الفطار. تمام. وخد واحدة تاني بعد السحور مثلا، بشرط إنك أنت ما تزودش الجرعة، يعني أنت قيس الأمور. كذلك مثلا المغنيسيوم يفضل إنك أنت تاخده مع وجبة خفيفة قبل النوم، عشان هو بيخليك عايز تنام. تمام. مع ده كله لازم تشرب كوباية مية كبيرة مع أي دواء تاخده، مش على كد البلعة بس. طب هتيجي للكالسيوم، الكالسيوم ما ينفعش أنا آخد دواء قبله بساعتين أو بعده بأربع ساعات، يعني لو ميعاد الكالسيوم عند الساعة 10 ما ينفعش من الساعة 8 لحد الساعة 10 آخد حاجة قبل الكالسيوم. تمام، لازم تكون آخرها الساعة 8. تمام. كذلك خدت الكالسيوم الساعة 10 كمان ما ينفعش آخد بعده بأربع ساعات، معاك لحد الساعة 2 ما ينفعش آخد أي شيء آخر. الحديد بتستخدمه الحامل وبيستخدموه في تغذية البشرة والشعر، وبيتم تناوله بشكل كثير. أفضل حاجة إن أنا أخده على معدة فارغة حتى ساعتين، يا إما قبل الأكل بساعتين يا بعد الأكل بساعتين كده، عشان كده يا إما بعد الإفطار بساعتين أو قبل السحور. تمام، أو قبل السحور، مش هينفع أخده بعد السحور بساعتين الحديد. تمام. وما ينفعش أخده بعد السحور مباشرة، يعني الناس اللي بتغلط يقول لك لا خليها إيه بعد السحور، هو مثلا الدكتور كان كاتبه بعد الغداء، يبقى يروح يختار مع نفسه ويخلوا له بعد السحور، كده هي ما استفادتش من الحديد لو واحدة حامل أو لو واحدة عايزة تغذي بشرتها أو واحد عنده أنيميا والكلام ده. الأوميجا 3 ما ينفعش يتاخد على معدة فارغة، لأنه بيعمل مشكلة في المعدة وما بيحصلش ليه امتصاص كويس. تمام. عشان كده لازم ما ينفعش تتاخد على معدة فارغة، لأنها مش هيحصل لها امتصاص، وأفضل إنها تتاخد مع وجبة تحتوي على الدهون، عشان كده أنسب ليها إنها تتاخد في وجبة الفطار المغرب. صوما مقبولا وإفطارا شهيا. تحياتي لحضراتكم، وأنا بعتذر لو كنت طولت عليكم، ولو في حاجة مش واضحة أو حاجة أخطأت فيها ذكروني في تعليق. ما تنساش تشترك في القناة، لو عجبك الفيديو اضغط على الإعجاب. يا ريت يا جماعة نوصل الفيديو ده لأكثر من يعني أكثر من أي رقم من اللايكات عشان يوصل لكل الناس. تحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.